عندما ظهر لأول مرة بقميص سانتوس الأبيض، خيل للجميع أن البرازيل قد وجدت أخيرا الملك الجديد. لم يكن لاعبا، بل كان قصيدة كروية تمشي على القدمين، مراوغات تكسر قوانين الفيزياء، وخفة تجعل المدافعين تماثيل في مسرحه الخاص. في أول مباراة له مع ريال مدريد ضد قاديش، دخل روبينيو ليعيد تعريف معنى المتعة. في تلك الليلة رقصت الكرة بين قدميه، وبات العالم مقتنعا أن الكرة الذهبية مسألة وقت ليس إلا. كان يملك البروفايل المثالي للجناح العصري، سرعة البرق، والقدرة الفائقة على المراوغة في سم المربع، والابتسامة التي لا تفارق الوجه. لكن بدلا من أن يصبح بيلي الجديد، تحول روبينيو إلى رحالة يبحث عن نفسه. انتقاله إلى مانشستر سيتي في بداية مشروعهم، ثم ميلان، ثم العودة للبرازيل، كلها محطات أظهرت أن الموهبة وحدها لا تصنع الأساطير. افتقاد العقلية الاحترافية والتركيز على بريق الحياة جعل شعلة روبينيو تنطفئ تدريجيا، ليبقى ذكرى موهبة فذة لم تصل لقمة الجبل. ما يؤلم عشاق السامبا ليس تراجع مستواه الكروي فحسب، بل النهاية المأساوية لمسيرته خارج الملاعب، والتي أغلقت الستار على مسيرة لاعب كان من المفترض أن يكتب التاريخ. فانتهى به الأمر كدرس قاس لكل موهبة صاعدة. الكرة تعطيك بقدر ما تعطيها من الانضباط. روبينيو يبقى الظاهرة التي أبكت عشاقها بمهارتها وأحزنتها بنهايتها.